ان الشركه تاخد قرار ان هي تستخدم اي ار بي سيستم في الشغل، كان الموضوع مقتصر على الشركات الكبيره، وحتى الشركات المتوسطه كان الموضوع بالنسبه لها بياخد وقت كبير قوي في الدراسه، نستخدمه ما نستخدموش، اني برنامج احسن. في الفتره الحاليه حتى مع قانون الضرائب ومع اصدار قانون التزام جميع الشركات باصدار الاي انفويسنج، الفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني، بقى الموضوع مش اختياري. انت لو فواتيرك اكتر من 200 فاتوره في الشهر، انت مجبر يكون عندك اي ار بي سيستم. طب استخدم انهي سيستم؟ انهي سيستم اللي مناسب للشغل بتاعي ولطبيعه شغلي ولطبيعه البيزنس؟ انهي سيستم اللي يقدر يخلي الموضوع بالنسبه لكل الديبارتمنت الموجوده جوه الشركه ايزير، اسهل في الاستخدام واسرع وادق في النتائج. طيب بالنسبه للاداره الماليه، لما اجي ابني اي ار بي سيستم، ازاي اقدر اعمل شبكه الحسابات الاكونت جايد او الكوست جايد، وازاي السايكل هتمشي جوه الاي ار بي سيستم من اول انبوت داتا، من اول حركه واي ترانزاكشن هيتسجل لحد ما اوصل للريزلت، اوصل للريبورتس اللي ممكن اطلعها. اي بي اس بتساعدك من اول موضوع وهو فكره، اني اي ار بي سيستم اللي هستخدمه طبقا لطبيعه النشاط، اني بروسيس هستخدمها، ازاي ابني شجره الحسابات وشجره التكاليف، الاكونت جايد والكوست جايد، لحد ما اوصل ان انا ابقى رن على السيستم وبحقق اعلى نتيجه باقل مجهود. لو عايز تعرف ازاي، دوس على اللينك اللي تحت وحدد اول ميتنج، واول ميتنج فري.